السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم ديليتيا كوزين. قبل ما نبدا كنبغي نشكر الناس على التفاعل ديالهم، وكنرحب بالناس الجدد اللي انضموا للقناه، والناس اللي ما مشتركينش يشتركوا باش يتوصلوا دائما بالجديد. كيف ما كتعرفوا عيد الفطر على الابواب، وما كايناش شي مائده مغربيه ما كتحطش فيها المسمن نهار العيد. لهذا اختاريت اليوم نحط معكم المسمن. كناخذوا على بركه الله واحد القصريه وتنغربلوا فيها الدقيق ديالنا. تنديروا كيلو ديال الفورص في نص كيلو ديال القمح، تنضيفوا عليهم الملحه واحد المعلقه ديال السكر، وكندوبوا واحد الطريف ديال الخميره وكنبداو نعجنوا. كتبقى لكم حريه الاختيار، اللي بغى يعجن في القصريه او اللي بغى يعجن في العجانه. انا هنا خديت العجانه لان العجينه ديال المسمن كتبغي الدليك، كتبغي تكون مدلوكه مزيان باش كتجينا مرقه وكتجينا مزيانه. كنعجنوا العجينه ديالنا. من بعد ما وجدات كنغطيوها بلاستيك الغذائي وتنخليوها تترتاح. ضروري ما نخليوها ترتاح باش كتجينا ساهله في التورق. نخليوها واحد ربع ساعه ونرجعوا ليها. في هذا الاثناء كنكونوا وجدنا الزبده ذوبناها، والسميده خلطناها بشويه الخماره ديال الحلوى. بما وجدت لينا العجينه ديالنا كنرجعوا ليها نشكلوها على شكل كويرات. بعد ما كندهنوا ايدينا بالزيت وكندهنوا هاد الكويرات كاملين باش ما تيتقشروش لينا. الا كنا عندنا غناخذوا واحد الوقت ولا غنخدموا هادشي من الاحسن ان نغطيو هاد العجين بالبلاستيك باش ما تيتحببش، ما تيتقشرش من الفوق. هي الحمد لله الدقيق الا كان مزيان راه ما تيتقشر، ما تيجرى ليه حتى شي حاجه، كتبقى حتى ما تيتقطعش لك، ما كتجيك تسهل في الخدمه. يعني نوعيه الدقيق مهمه لنجاح المسمن. دائما ركزوا في المسمن على النوعيه ديال الدقيق، خاصو يكون دقيق من نوع ممتاز. كنديروا الفورس وكنديروا سبيسيال. كما كتلاحظوا كنورق المسمنه الاولى وترش بالزبده وبالسميد، وكنحط في القلب ديالها المسمنه الاخرى. كندير مسمنه في قلب مسمنه. هاد الطريقه كيجي المسمن مرق وكيجي هش ومفخفخ في نفس الوقت، كيجي مقرمل. كنستمروا بهاد الطريقه. كنورقوا الاولى كنجمعوها وتنحطوها على جنب، وكنعاودوا نورقوا الثانيه وتنحطوا وحده في وسط وحده. نستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا هاد الكميه. كنسخنوا المقله ديالنا. يستحسن انها تكون المقله ثقيله، لان قد ما كانت المقله ثقيله قد ما كيكون المسمن ديالنا ناجح. كنديروا له واحد الرشه ديال الزيت وكنحطوا المسمنه. غير كتبدا تدير كنقلبوها للجهه الاخرى، ترشوها شويه بالزيت. ما كنحتاجوش واحد الكميه كبيره ديال الزيت لان المسمن مرق في الزبده ما كيحتاج الزيت. غير كنرشوا واحد شويه المقله وتنحطوها. كيف ما كتلاحظوا المسمن كيجي محمر مزيان، كيجي مقرمل. حتى داك المعلقه ديال السكر هي اللي تتخليه كتعطيه هذا اللون. المعلقه ضروري ندير واحد شويه ديال السكر، نص معلقه وعلى حسب الذوق، باش كيجي المسمن محمر وكيجي فيه واحد المذاق مزيان. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا هذا المسمن. كيف ما كتلاحظوا كيتنفخ، كيجي منفوخ من الوسط. هذا غير تيوجد. هذا هو الشكل النهائي. كما كتلاحظوا كيجي ممرق محلول من الوسط، كيجي مفخفخ. رائع صراحه رائع. كنرافقوه بالعسل
اولا الكوفيتير ولا الشوكولاط ولا فرماج على حسب الاذواق كتختلف. طبيعة الحال مع واحد البراد ديال اتاي يكون مشحر. وشهية طيبة نتمناها لكم. كنتمنى ان هذا المسمن ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسوناش من لي لايك ومن التعاليق ورحمة الوالدين وعواشركم مبروكة. السلام عليكم.